هو احنا ليه دايما بنحس ان رمضان والمذاكرة ما ينفعش يتجمعوا مع بعض ابدا؟ ودايما بنقول يا اما ننتبه للمذاكرة ويا اما ننتبه للعبادة، وفي الاخر بنطلع بدون نتيجة من الاتنين. يلا بينا نشوف حل المشكلة دي مع بعض، وازاي نرتب يومنا في رمضان بافضل طريقة ممكنة، وازاي نذاكر ونعبد ربنا الاتنين مع بعض ونقوم بافضل طريقة ممكنة في الفيديو ده. يلا بينا نشوف اللي هنتكلم عليه في الفيديو ده. انا وانت عارفين ان رمضان بيجي مره واحده في السنه، ولكن بيجي في وقت اللي هو بيكون الترم التاني لسه بادئ، فده بيتحس ان الاتنين بيبقوا مع بعض، بتحس ان الموضوع تقيل عليك شويه. ولكن الموضوع انت لو رتبت له وظبطت المواعيد وازاي وطريقه المذاكره وطريقه العباده مع بعض وظبطت الدنيا، هتلاقي ان الموضوع سهل وميسر عليك. والمشكله لما انت تكون عاوز تذاكر فبتقصر في العباده، وما تكون عاوز تنتبه للعباده بتقصر في المذاكره. فانا النهارده جاي اشيل من عليك هم التفكير، وهديك نظام يخليك تعبد ربنا وتذاكر من غير ما تقصر على اي جانب من الجوانب الاتنين. يلا بينا على اول نظام نشوف هنبقى نستخدمه فيه ايه. اول حاجه هنتكلم عليها انك تقسم طاقتك. لازم تعرف ان طاقتك دي عامله زي بطاريه التليفون، يعني بتبقى في اول اليوم اللي هو من بعد صلاه الفجر كده بيبقى طاقتك بنسبه 100%، ولكن بتقل تدريجيا. فلازم تستغل الوقت اللي بعد الفجر ده بافضل طريقه ممكنه. تشوف المواد اللي فيها تكتيكات صعبه وكتابه وكده وشغل صعب، ولازم تستخدمها، او تشوف هتذاكرها امتى. والافضل وقت ممكن اللي هو بعد صلاه الفجر على طول. صلي الفجر وتقول اذكار وتقرا الورد بتاعك، وبعد كده تبدا في المذاكره على طول. وحاول تاخد يعني اصعب مادتين ولا حاجه في اليوم كله في رمضان بعد صلاه الفجر وبعد الاذكار، فهم دول المادتين اللي هتلاقي نفسك بعد كده انت خلاص ما عادش عليك حاجه طول اليوم. فالمادتين دول لازم تذاكرهم بعد صلاه الفجر على طول. وطاقتك وقدراتك بتقل من بعد صلاة الفجر لغاية صلاة الظهر. يعني نسبة طاقتك لو كانت 100% من بعد صلاة الفجر، هتلاقيها جت على الساعة بتاع 8 كده بقت 60%، على الساعة بتاع 11 كده أو 10 هتلاقيها بقت 30%، وهتلاقيها تفضل تقل. فأنت لازم تاخد في أول وقت ممكن مادتين يكونوا كويسين كده، اللي هم أصلا يعتبر لمين اليوم كله، تذاكرهم في أول يوم، عشان بعد كده تذاكر المواد السهلة في بقية اليوم. وعلشان كده لازم تقسم المواد اللي عندك لجزئين، والجزء الاول دايما محتاج مجهود عضلي زي الكتابة وزي التفكير كتير في الحاجة اللي انت بتذاكرها، زي مسائل الفيزياء ومسائل الكيمياء والحاجات دي. فانت لازم تشوف المواد اللي عليها تركيز اكتر وتاخدها في اول اليوم، تاخدها لان دي اللي هتحل لك بعد كده المشاكل بقيت طول اليوم. لو انت خدتها بعد كده حبيت تذاكرها في نص اليوم ولا حاجة، هتلاقي نفسك مرهق، مش هتلاقي نفسك مركز في الحاجة اللي انت بتذاكرها. هتلاقي نفسك وانت بتذاكرها مش عارف تركز فيها حتى بنسبة 20%، لان انت هتلاقي نفسك عمال تقرأ الكتاب وتقرأ الصفحة دي وتقرأ السطرين 3 وانت مش فاهم حاجة خالص. ليه؟ لان نسبة تركيزك قلت، مفيش بروتينات واصلة للمخ، مفيش مية، مفيش اي حاجة تغذي المخ انه يركز معاه. الجزء الثاني خليه للمواد اللي محتاجة فهم اكبر، خليه بالليل. ليه؟ لان هتكون وصل للمخ بتاعك نسبة بروتينات عالية وسوائل، فكده هتنشط الدورة الدموية وتنشط مخك ويسترجع الذاكرة عندك انها توصل بنسبة 100% تاني، وتخليك تذاكر بأفضل طريقة ممكنة. عشان كده هنشرب سائل معاك اهو عشان نركز او نشوف هنقول ايه في الفيديو اللي انت شايفه معانا ده. بسم الله. وتاني حاجة هنتكلم عليها هي الأكل والمذاكرة. ونصيحة من أخوك، بلاش تاكل لدرجة إنك مش قادر تتنفس، مش قادر تتحرك ولا قادر تاخد نفسك في أي حاجة. حاول تاكل على معدة بسيطة، ما تحاولش تاكل لدرجة إنك تلاقي نفسك مخنوق من الأكل اللي أنت أكلته أصلا. وإنك تاكل لدرجة إنك مش قادر تاخد نفسك دي أصلا، دي مش من السنة اللي موجودة عندنا. يعني إحنا عندنا في السنة ما ينفعش تاكل لدرجة إنك تلاقي نفسك مخنوق مش قادر تاخد نفسك من الأكل اللي أنت واكله. واعرف دايما ان الفطار التقيل بيخليك دايما عندك خمول وما تعرفش تركز في الحاجة اللي انت بتعملها. يعني انت لو هتذاكر بعد الفطار على طول ولا حاجة، انت دلوقتي ولا هيبقى عندك نسبة مذاكرة ولا حاجة، هتلاقي نفسك بتيجي تقرأ الصفحة اللي انت بتقراها ممكن تقراها 20 مرة وانت اصلا في الاول وفي الاخر ما وصلتش لمعلومة فيها. ليه؟ لان السوائل او الدم كلته وصل للمعدة عشان يعمل عملية هضم، فمفيش دم واصل للمخ عندك، فانت دلوقتي مفيش استيعاب عندك في الحاجة اللي انت بتذاكرها. فلازم تاكل اكل خفيف، انك تشرب كوباية عصير بتاعتك،
تاكل بلحتين، تاكل لقمة بسيطة، ما تتقلش، يعني مش لازم تملاها الآخر، يعني الدنيا مش هتطير، في أكل لسه بعد صلاة التراويح وغيره، وافضل كل يعني كل وجبات بسيطة لغاية السحور، مش لازم تكبسها تموت نفسك يعني. وعلشان كده هنتكلم على جدول بسيط ينظم حياتك في اليوم كله، ينظم حياتك في شهر رمضان بشكل مبسط عشان ما تستثقلش على نفسك العبادات او تستثقل على نفسك المذاكرة، فحاول تنظم او تحافظ على الجانبين، ما تركزش في حاجة واحدة وتوجع التانية. هو الشهر ده المفروض للعبادة فقط وكل حاجة، ولكن برضو عشان ما تقصرش من يومة المذاكرة حاول توازن ما بينهم وتخلي يومك بشكل منظم زي ما انا هوريك في الجدول اللي هكلمك عنه ده. أول خطوة في اليوم اللي أنت حابب تبدأ فيه مذاكرة في رمضان، حاول تصحى قبل الفجر بساعتين. قبل الفجر بساعتين حاول تصلي قيام الليل بتاعك، أو شوف هتقرأ ورد ليك، أو هتقوم تدعي أو تستغفر ربنا على أي ذنب أنت عملته، وبعد كده تقوم تتسحر. هنا جي وقت السحور، والدعاء في الوقت ده بيكون دعاء مستجاب. وحاول بعد ما تخلص سحور والدنيا دي وتاكل وتشوف أنت هتعمل إيه، بعد كده تروح تصلي في الجامع. حاول تصلي في الجامع وتحافظ على طول شهر رمضان الصلاة في الجامع، لأن ده اللي هيخليك تبقى منظم بعد كده إنك تصلي صلاة الفجر في جماعة دايما. وبعد ما تخلص صلاة الفجر في جماعة حاول تقرأ أذكار الصباح، وبعد كده تصلي صلاة الضحى وده يبقى في الجامع، وتقرأ الورد اللي عليك في اليوم في الجامع. حاول تقراه في الجامع عشان تطلع بأكبر استفادة ممكنة، وتبقى البيئة اللي انت فيها هي البيئة المحيطة بيك إنك تساعدك على العمل ده. وبعد ما تخلص ده كلته بقى والاذكار والليله دي كلها، انت بقى هتتوجه للمذاكره، هتروح البيت او شوف انت المكان اللي هتذاكر فيه تروح تذاكر فيه، ولكن هتبدا مذاكره من الوقت اللي انت بدات فيه ده من بعد صلاه الفجر. هتفضل تذاكر لغايه الساعه 12 الظهر او قبل الظهر كده بتاع بنص ساعه. حاول تقسم وقتك. انا دلوقتي هتقسم وقتك ازاي؟ اللي هو انا هذاكر ماده زي الفيزياء، انا عامه في كليه بس انا بتكلم بالنسبه للجماعه اللي في ثالثه ثانوي ولا حاجه، او الجماعه اللي في كليه ولا حاجه. فانت دلوقتي هتمسك الماده اللي معاك هتذاكر فيزياء ولا حاجه، هتذاكر فيها ساعتين. حاول تقسمها 45 دقيقه وربع ساعه راحه، 45 دقيقه وربع ساعه راحه، ولكن الربع ساعه راحه دي هتاخد فيها المصحف، هتمسك المصحف تقرا ولا حاجه. الربع ساعه دي انت ممكن تقرا لك نص جزء، فانت كده هتبقى استفدت ولكن خدت بريك. هتبقى خدت بريك، في البريك ده زي ما قاعد لك عمليه ايه، التفويق بتاع الدماغ، انك تفوق من تاني وتركز في الحاجه اللي انت بتعملها، وتاخد ايه بريك ما بين دي ودي. هتخلص ماده الفيزياء، بعد كده هتروح واخد بريك ولا حاجه 10 دقايق كمان ما بين الماده والماده، وبعد كده تبدا في الماده التانيه نفس النظام لغايه قبل الظهر. وحاول تركز على الفتره دي لان الفتره دي هي اللي هيبقى فيها مذاكره اكبر وقت ممكن. ونشرب بس السوائل بتاعتنا. وهنا بقى يجي وقت الراحة. انت بعد صلاة الظهر، يعني انت خلصت دلوقتي مذاكرة لغاية 12 الظهر، هتروح تصلي صلاة الظهر، وهنا بقى يجي وقت الراحة. هتخلص صلاة الظهر وتخلص صلاة وتخلص السنة بتاعة الظهر، هتروح مروح البيت بقى تنام لغاية العصر. كده انت هتكون بقى عبيت البطارية من تاني. هتصحى قبل العصر بتاع بنص ساعة كده ولا حاجة، تحضر نفسك لصلاة العصر. والفترة التالتة هي الفترة اللي ما بين المغرب لبعد التراويح. حاول في الفترة دي تفطر مع الناس اللي انت تفطر معاهم، وحاول تتكلموا مع بعض وازاي تتكلموا، يعني ازاي انتم مشيتوا طول اليوم بشكل ازاي. وحاول تراجع نفسك واي ذنب انت عملته طول اليوم حاول تراجع نفسك وتستغفر ربنا فيه، وتقعد مع اهلك وتشوف الكلام الحلو اللي بيتقال في رمضان والفرحة واللمة والدنيا دي. وبعد ما تلاقي تحس ان العيش هتدن، حاول تطلع يعني تروح على الجامع عشان تصلي للتراويح هناك، وتشوف افضل مكان تصلي فيه التراويح. بالنسبة للجوامع، في جوامع انت بتلاقي نفسك انت مستريح مع شيخ معين، حاول تصلي في الجامع ده عشان تصلي التراويح بافضل شكل ممكن. وبعد ما ترجع من الترويح حاول تقعد مع ناس من صحابك او زمايلك نص ساعة فقط، ما تحاولش تزود عن نص ساعة عشان انت وراك نوم في الوقت ده، لان انت طول اليوم ما نمتش الا غير الساعتين بتوع الظهرية اللي هي النبي كان بيقول عليها القيلولة. ولكن انت بعد ما ترجع من صلاة الترويح هتقعد ساعتين، نص ساعة مع حد، او هتقعد مع صحابك او ناس انت معرفة معاهم، هتقعد معاهم نص ساعة بس، ما تحاولش تزود عن كده. بعد كده هترجع عشان تنام، هتبدأ نوم الوقت ده لغاية قبل الفجر بساعتين، وهتصحى زي ما احنا ما قلنا، هتصحى تصلي قيام الليل وتقعد تتسحر وتقعد مع اهلك لغاية ما الفجر يدن، او تشوف تقعد في الدعاء او اذكار او اي حاجة لغاية ما الفجر يدن.
بعد كده لما الفجر يبدأ انت هتروح تصلي وتعيد نفس اليوم مرارا وتكرارا، ولكن كل يوم حاول تغير حاجة بسيطة، ولكن ما تتعداش الخطوات في تغيرات الوقت عشان تحس ان اليوم بقى ايه، ما يبقاش الشهر ممل معاك، ولكن خليه بتغير بخطوات بسيطة في نحو اليوم بتاعك او كده يعني. رمضان فرصة عشان تتعلم الانضباط، ولازم تتعلم الانضباط في شهر رمضان، ولكن مش عشان هروب من المسؤولية اللي بتبقى عليك في شهر رمضان، اللي هي العبادات والمذاكرة وأداء الصيام بأفضل طريقة ممكنة، وإزاي تنظم يومك والحاجات دي مسؤوليات لازم تبقى عليك، ولازم تتحمل أنت المسؤولية دي، ما تهربش منها. وكده أنت هتعلم الانضباط عشان لما تيجي في الأيام العادية تحاول تدرب نفسك على الحاجات اللي أنت كنت بتعملها في رمضان، وهتحاول تصوم الأيام اللي هي السنن أو اسمها النوافل في الأيام العادية، وتحاول ترتب يومك عليها بنفس الروتين اللي انت عملته في رمضان. وحاول تبدأ النهاردة عشان ربنا يبارك ليك في وقتك ويبارك ليك في يومك. ليه؟ لأنه انت صايم، انت ما بتعملش أي ذنوب، ما بتعملش أي حاجة تغضب ربنا، فعشان كده ربنا هيبارك في وقتك وهيزود في ذاكرتك، وهتلاقي نفسك بتذاكر بطريقة سهلة وبسيطة جدا. لو شايف ان الفيديو ده فادك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي صاحب داخل على امتحانات او مذاكرات حاول تبعت له الفيديو ده عشان يستفاد منه وراخر. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار ما تنساش تكتبه في التعليقات. سلام.